النهارده ماتش منتخب المصري ومنتخب نيوزيلندا. المنتخب المصري هو لاعب مباراه قويه جدا. مباراه بين ماتش منتخب نيوزيلندا، هم في الماتش منتخب المصري اتهزم في الشوط الاول وكسب في الشوط الثاني. المنتخب المصري هو لاعب ماتش قوي جدا وماتش تاريخي، واول مره في تاريخه يوصل للدور 32. بس نوصل ان شاء الله، هنوصل للدور 32 وان شاء الله على حساب نيوزيلندا، وان شاء الله ربنا واخدين المركز الاول على الصداره من المجموعه بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين. وان شاء الله نوصل للدور الدور 32 ونوصل الدور ال 16 وان شاء الله رب العالمين. ربنا اكرمنا نوصل للدور الثمانيه ان شاء الله، يعني ده واحنا ربنا اكرمنا نوصل للدور الثمانيه الحمد لله. برضك احنا لعبنا الماتش اللي فات ماتش بلجيكا. ماتش بلجيكا كان قوي جدا، وطبعا شفت في اخر حلقه ماتش بلجيكا كان طبعا تعادلنا 1-1. طبعا المنتخب المصري اصلا تفوزه على استمراريه، بس المنتخب المصري استعداد ببطوله وهكذا. في تعادل، انت متخيل تعادل؟ مصطفى زيكا يسجل هدف وهو محمد هاني دخل في نفسه جول. يعني معقوليه ممكن تمام، ممكن يدخل في نفسه جول اللي هو ايه بسبب اللي هو غصب عنه. بس محمد هاني عمل ماتش قوي جدا في المباراه دي. تمام، كل الناس كلها هتنزل تشتم في محمد هاني. اقول لك لا، محمد هاني عمل ماتش قوي جدا، عمل ماتش دفاع قوي جدا. انت متخيل شلك كميه كور وانت تقول عشان هو دخل في نفسك جول؟ تمام يا عادي يا عم، احنا تعادلنا ماتش، احنا دلوقتي كسبنا ماتش، ربنا اكرمنا كسبنا ماتش منتخب نيوزيلندا 3-1. انا بالنسبه لي ده اقصى ماتش لعبناه في الشوط الاول منتخب نيوزيلندا. هو منتخب نيوزيلندا اوسخ ماتش لعبناه يعني في الشوط الاول ده، معتبرين ان هم هيكسبوا 1-0 في الشوط الاول لمده 40 دقيقه ساعه، والماتش التاني وكسبنا. وانت حسام حسن عملت فيه في الاوضه قلت لهم ايه؟ مصطفى زكا مصطفى زكا مسجل هدف الاول، محمد صلاح مسجل الهدف الثاني، اللي مسجل الهدف الثالث تريزيجيه. حلو، ماتش ايران منضم ان شاء الله ان احنا نكسب منتخب ايران، اللي احنا منضم ان شاء الله نكسب منتخب ايران. منتخب ايران طبعا صعب جدا وشويه صعوبات شويه بس ان شاء الله هنوصل المرحله الاولى. انت متخيل المنتخب المصري بيتصدر المجموعه؟ بيتصدر المجموعه، افضل لعيبه في العالم. انت ما شفتش هدف امام عاشور بتاع بلجيكا وتران نص كورتوا سجل هدف جامد جدا، ارسع يعني افضل كوره دخلت كاس العالم، افضل لاعب في كاس العالم هو امام عاشور في مستوى ال 15 للعالم. انت متخيل امام عاشور بيوصل للمرحله دي وبيوصل للمرحله القويه دي؟ انت مستوعب شويه؟ مستوعب اللي عندك لعيبه بالكواليتي ده وهتوصل كواليتي لسه بدري؟ انت متخيل؟ ان شاء الله هنلعب منتخب ايران، واخر حلقه ان شاء الله هنشوفنا في منتخب ايران ان شاء الله. يعني ضمننا الصعود وضمننا كل حاجه ان شاء الله. تستنى بقى في الدور 32 ان شاء الله هنعمل بقى اقوى بث مباشر في الدور 32. عملنا باقوى بث مباشر في الدور المجموعات ان شاء الله تشوفونا في الدور 32 ان شاء الله رب العالمين. هو شهر اللي هيبدا اللي هو الشهر الجاي ان شاء الله، هو انتهاء الدور 32. طبعا هنعمل اقوى بودكاست في الشوارع وهنعمل سئالات وهنعمل الكلام ده كله وان شاء الله معاكم مع قناه عمر الاهلي مع الدور 32. استنونا بس، برضك لسه الصعود ولسه برضك لسه فاضل. يعني احنا كده في المستوى كده على الاجمالي 87% رسمي لمنتخب المصري الصعود للدور 32 بس. وعايز تعرف منتخب القصادة لازم تتفرج على ماتش النهارده، لا يوم السبت الساعة 6 هيذاع النهارده على قناة عمر الأهلي الساعة 5 الفجر. إن شاء الله كل يتفرج على الماتش بتاعي وكل يتفرج على البث المباشر، عشان ما طبعا العاصمه الاداريه وكل الناس كتير عامله مشكله في العاصمه الاداريه. طبعا مش هتلاقي برضك شاشات والكلام ده كله، مش تلاقي حتى تنزل ان شاء الله تنزل قهوه. هتتفرج معايا النهارده على بث مباشر مع قناه عمر الاهلي مجاني، ولا هتلاقي اي حاجه. هتتفرج بس تتفرج على البث مباشر على قناه عمر الاهلي على اليوتيوب وعلى ابلكيشن كيك. وان شاء الله تستنونا مع كل التواصل الاجتماعي، وان شاء الله المنتخب المصري يكسب ايران عشان احنا ضمننا الصعود. ضمننا الصعود، اخيرا نضمن الصعود وبقى علينا اشاره كاس العالم البيضاء واحنا كاسبين كاس العالم. نجمه هنا نجمه منتخب مصر كاس العالم، بس نضمن الصعود نكسب. شكرا لكم على قناه عمر الاهلي،
على كل التواصل الاجتماعي. شكرا على التنافس، على تنافس كأس العالم. شكرا جدا 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 قوي. احنا عملنا مشاهدات قويه جدا، ده انا اول مره بطوله يحصل المشاهدات دي عاليه تحصل في حياتي ان شاء الله. يعني مشاهده كبيره جدا، احنا وصلنا لغايه 4 ماتشات توصل ل50,000 مشاهده في ثلاث ماتشات. انت متخيل مشاهده كبيره 50,000 بيتفرج عليك في 3 ماتشات؟ انا ما حصلش معايا في الدوري المصري اصلا، ما حصلتش معايا في الدوري المصري، ما حصلش معايا في دوري ابطال افريقيا. ده اول مره تحصل معايا فعلا في بطوله عالميه كده تحصل معايا على القناه دي. 50,000 هقول لك ماشي، اقصى حاجه عندي فيديوهات محمد صلاح بتاع شركه اديداس، اقصى حاجه عندي هي شركه 363. دول الحاجه الكبيره بقى اللي عندي، دول اللي جايبين مشاهدات عاليه. وماتش الاهلي وانتر ميامي ده اقوى بس مش حصل على اليوتيوب، ورقم 1 على المنصات بس. شكرا جزيلا، شكرا على كده.